بايه؟ بايبولر. اللي ما حدش بيقوله. طبعا نسيت الوش ده، ها؟ عارفه ليه؟ لان النضاره واكله نص وشي، بس انا هفكرك. لا حول ولا قوة الا بالله. بس معلش، ما دام احنا في عصر كلنا بنفهم في النفسية، يبقى خلينا نكمل الطريق سوا. عايز اشوف عينيك بلاش. عشان خاطري. اشيل ولا هتعضي؟ اوعى تعضي. ماشي. اقدم ايدي. يعني مثلا بقى عندنا موضة اسمها موضة الأمراض النفسية. زمان كنت تسمع حد يقول لك أنا مكتئب، فتروح تقعد معاه وتفهم منه إيه اللي حصل، إيه اللي جرى، ماله، تتكلم معاه. إنما دلوقتي بقى جملة مكتئب دي بقت تتقال زي كأنك لسه بتقول صباح الخير، صاحي من النوم. عندك واحد قاعد في البيت بقاله يومين عشان معهوش فلوس ينزل القهوة مثلا، يكلم صحابه يقول لهم معلش أصل أنا مكتئب مش قادر أنزل. قسم بالله هذا لو اشوفه قدامي احتمال امسكه اخنقه لين ما يموت. لما يقرب انه يموت ابعد ايدي عشان ترجع له الحياه مره ثانيه، بعدين اكرر هذه حسب الحاجه، مره مرتين 3 مرات 4 مرات. يعني واحد قاعد في البيت بقاله يومين عشان مرتبه خلص، فيكلم صحابه يقول لهم معلش مش نازل اصل انا داخل على موجة اكتئاب. موجة اكتئاب ايه يالا؟ مالكش موجة تشيلك يا اخي، دي موجة فقر وكلنا عارفينها وحاسين بيها. لو اللي يضحكك واحد تاني مزاجه بيتغير على حسب الستوري اللي بينزلها، بيقول لك اصل معلش اصل انا بايه؟ بايبولر. خد بقى اقول لك وصفه سحريه، انت هتاخد كبسوله تنام بدري تبقى كويس. رايك مو مهم، صدقني رايك مو مهم، رايك مهم لنفسك انت بس اللي تهتم، ما حد يهتم في الكرولوجيه. وبعدين فجاه يعني الناس كلها بقت دكاتره ولا ايه؟ واحد قرا بوست على الفيسبوك مكتوب فيه لو بتحب تبقى لوحدك كتير تبقى راجل انطوائي، وقام كاتب لك في البايو ايه؟ الوحده يا صديقي. يعني انت مثلا مش عشان بتبرشط على اصحابك والناس زهقت منك بقى دلوقتي اي حد يشوف فيديو لسيرابيست كانه في امتحان شفوي. لقيت السؤال الاولاني صعب، ما تنكدش على روحك بقى وتقعد تطلع، سيبه وبص على السؤال التاني. لقيته صعب برضه؟ ايه يعني؟ حصل ايه؟ سيبه وبص على اللي بعديه. يقعد يحلل نفسه. صح، ده انا عندي اضطراب التعلق. لا يا حبيبي، انت عندك اضطراب في الرد على المكالمات. بقول لك لو رنيت على الرقم ده تاني انا هجيبك واحد على خبر. انا مش بتاع الكلام ده الفاضي ده. يلا اخوه. اللي محدش بيقوله بقى ان في امراض كتيره متشابهه في الاعراض. يعني ممكن تفتكر نفسك بوردر لاين وانت اصلا في الحقيقه زعلان من شغلك عادي. ده انا حاسس ان خلاص كمان شويه الناس هتتعرف على بعضها باسمها المرضي مش اسمها الحقيقي. هاي انا احمد بوردر لاين. اهلا بيك، انا ساره. توكسيك على شويه انيزايتي، اهو نوصل مثلا لدرجه ان البطاقه الشخصيه يبقى مكتوب فيها النوع انثى، الحاله الاجتماعيه عزباء، المرض التوكسيك مثلا. يا اخي ده حتى زمان لما كنت تتخانق مع حد ولا بتتكلم معاه في حاجه وتتجادله كنت تقول عليه مجنون، دلوقتي لا، دلوقتي تقول عليه عنده تروما، عنده صدمه كده. الموضوع كبر وبقى مقزز جدا لدرجه ان الناس بقت تستخدم المرض النفسي كمبرر. يعني واحد مثلا يزعق لك او يشتمك او يكسفك ولما تعبه او تتكلم معاه يقول لك معلش اصل انا مش كويس اليومين دول. امشي انا امشي غور امشي يا ابني. بس ده مش تصريح بالهمجيه. اللي محدش بيقوله بقى انك مش لازم تبقى مريض نفسي عشان تبقى تعبان نفسيا. في فرق كبير جدا ما بين ان انا محتاج اتكلم وان انا عندي اضطراب شخصيه. كلنا بنتعب بس مش كلنا محتاجين تشخيص. قولوا لي بقى في الكومنتات، قابلتوا ناس بتستخدم المرض النفسي ككارت تبرير ولا انت نفسك وقعت في الفخ ده؟ عشان اللي محدش بيقوله لازم يتقال.